الطب ديالنا حنا مغربي ما عالجنيش، يمكن الصين ماشي شي حاجه اللي غادي زعما نتيقها. السلام عليكم، الاسم ديالي زكية النبيل، العمر ديالي 46 سنه، كنخدم كممرضه في غسل الكلي. كان عندي المشكل في الانزلاق الغضروف، وكنت شفت هذا الاشهار في الواتساب في الفيسبوك، ما تيقتش. تلاقيت مع واحد صاحبتي نصحتني باش نجي لعندهم هنا للسونطر، بقيت كنتردد كنقول لا مشكل. حتى انا عندي داكشي من صغري، عندي مشكله ديال الظهر، يعني غير كنتحنى ولا كنبغي نجفاف ولا شي حاجه ما تنقدرش. قلت يمكن يكون حيت الطب ديالنا حنا مغربي ما عالجنيش، يمكن الصين ماشي شي حاجه اللي غادي زعما نتيقها. قلت نمشي نجرب على الله. عطاوني واحد الدواء، واحد المساج، بديت كنحس بديك السخونيه وبان شي حاجه تغيرات. الحصه الثانيه عطاوني، داروا لي الحجامه وداروا لي واحد كيقولوا من الوغز بحال الابره. بديت كنوقف، بديت مثلا الا بغيت نتحنى الماء مثلا حاشاكم نجفاف ولا نشطب، يعني وليت كنقدر نتكا. جيت الحصه الثالثه بحال كنت كنكذب. دابا دايره معايا كونطرول بفضل هاد الطبيبه هذه، هي اللي كدار لي الحجامه، الله يجازيها بخير. الصراحه واخا هي صينيه، راه في حد ذاتها راه مسلمه، حيت داكشي اللي كتعامل مع المغاربه ماشي بحال اللي كيتعاملوا بحال كنتعاملوا حنا ولاد بلادنا. والحمد لله كننصح كاع اي وحده كتعاني بمشكل الظهر ولا الركاب ولا المفاصل ولا عندها شي مشكل، تجي لهنايا. قسما بالله الا هنايا عندهم داكشي افيكاس وكيتعاملوا معاهم كروح انسانيه، يعني هادو مسلمين، خاصهم ناقصهم غير الشهاده. وتيديروا لك الحجامه كما بغيتي انت، معاهم مترجم، الا ما فهمتيش لغتهم راه كاين اللي كيترجم لكم.